كان عندي مقاول اشتغلنا احنا وياه في مشاريع من اليمن، والمقاول هذا كان رجل امين ونزيه ورجل كلمته مثل حد السيف ما تصير ثنتين. واليمني هذا سافر من سنين من السعوديه واستلم شيخة القبيله هناك في اليمن. قلت في مطار صنعاء، يقول والله العظيم تفاجأت، سيارات يجيوا بشاصات عليها رجال مسلحين، أحزمة الرصاص والبنادق والرشاشات. يقول والله هذا الشيخ. الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى لي هذه القصة بطلها وهو رجل أعمال ومقاول كبير من رجال الأعمال في مكة المكرمة، كنت التقيت فيه قبل ما يقرب من 20 سنة من الآن. روى لي هذه القصة اللي راح أوردها على مسامعكم الكريمة. يقول لي المقاول، يقول ذاك الوقت أنا وما زال عندي مقاولات وعندي أعمال تجارية ومقاولات حتى مع الدولة ومشاريع الدولة في مكة. يقول وعندي آليات كثيرة وعمال وعالم. يقول كان عندنا شيول شغال في أحد المشاريع، والشيول هذا قدم شوي. يقول بدأ يطلب صيانة وقطع غيار، وأنا يقول ما عندي وقت، وأخاف أن الآلية اللي مثل هذه تتعطل في أحد المشاريع وتأخرني، وأكثر المشاريع هذه فيها شرط جزائي لو تأخرت عن إنجاز المشروع في الوقت المحدد. فوجدت أنه من الأفضل أنه نبيع الشيول. يقول عرضنا الشيول للبيع، وسعرها العادل ذلك الوقت ما يقارب من 700,000 ريال سعودي إذا كنت أنا ماني بغلطان. يقول أخذ فترة جاني مقاول يمني وشاف الشيول وجاز له الشيول وقرر أنه يشتري الشيول. يقول ذاك الوقت لي أعمال كثيرة مع الأخوة اليمنيين، وكل اللي يتعاملوا معي رجال فيهم النزاهة والشرف والأمانة، وأعمالنا التجارية هذه والمقاولات تعتمد على كلمة الشرف وعلى الأمانة وعلى الإخلاص. فاليمني هذا جاني للمكتب، يقول أنا ما أعرفه شخصيا، وعرفني بنفسه وقال لي أنا مقاول وأنا فلان. قلت يا لو مرحبا. قال أنا شفت الشيول والشيول أرغب أني أشتريه. علمته بالصدق، قلت ترى الشيول قدم شوي وبادي يطلب منا صيانة وقطع غيار وأنا ما عندي وقت وأنا أبغى أبيعه، وقلت له ب700,000. حاول معي يقول يفاوضني في القيمة، فقلت 700,000 حد ولا ريال. قال طيب أنا راغب في الشيول بس عندي مشكلة. قلت وش هي؟ قال المبلغ ما هو حاضر عندي 700,000 ريال سعودي. قلت طيب وش اللي حاضر معك؟ قال حاضر عندي 400,000 ريال سعودي حاضر. قلت و300,000؟ قال أبغاك تمهلني 6 أشهر، وبإن شاء الله قبل ال6 بيسرها الله وأحضر لك الفلوس. يقول أنا أعرف داخل نفسي أن الشيول أنه يستطيع المقاول هذا أنه يجهز 300,000 خلال 6 شهور يشغله في السوق. قلت ما في مانع، لكن أبغى منك كفيل. قال ابشر. قال أخذت يومين، جاني هو واحد الأخوة اليمنيين مقاول، عرفني على نفسه أنه مقاول في مكة. يقول وافقت. يقول حولتهم على قسم المحاسبة والعقود، وصوروا إثباتاتهم، جوازات السفر والإقامات تبعهم، وأخذنا معلوماتهم كاملة وسكنهم ومقرات عملهم، وسجلنا تلفوناتهم عندنا. يقول واستلم الشيول الرجل وراح. يقول أنا التهيت مع الأعمال اللي عندي في المكتب ومع المقاولات ومع مشاكل هنا ومشاريع. يقول يوم راح، يقول والله 9 شهور ولا المحاسبة عندي. اتصل علي المدير قال يا أبو فلان تذكر اليماني اللي سلمناه الشيول؟ قلت نعم. قال ترى مضى الآن 9 أشهر
أنت اتفاقنا معاه 6 شهور، الحين 9 شهور، تجاوز 3 شهور، هل أنت اتصل فيك شيء ما ندري عنه؟ قلت والله لا اتصل بي وأنا نسيته، وأنا أشكرك أنك ذكرتني فيه، لكن الآن شوف أرقامه وأرقام الكفيل ودقوا عليهم. بعد يومين يقول بلغني، قال والله دقينا عليه وما حد يرد، ودقينا على الكفيل ما حد يرد على الأرقام هذه، وركزنا على اللي شرى الشيول ندق على الرقم هذا ليل ونهار. يقولوا رد علينا واحد قال أنا ساكن في سكنه، والرجل هذا غادر المملكة مسافر من 3 شهور ولا أعرف عنه شيء. يقول قلت للمحاسب زيدوا فوق 9 أشهر 3 أشهر، خليها تغلق سنة. سئل الحكيم من هو الرجل العاقل؟ قال الذي يعذر الناس. يمكن الرجل سافر لليمن عنده الشغل تأخر، لكن ما راح إن شاء الله يتأخر أكثر من سنة. يقول واسحب التقويم على الماصة، قال واسجل التاريخ. يقول بعد السنة انتهت السنة ما في خبر. قلت للمحاسبة دقوا عليه ودقوا على الكفيل، دقوا عليهم ما في خبر. حصلوا الساكن قال والله ما أدري عنه ولا لا جاء ولا أدري عنه مرة. والكفيل هذا ما يرد تلفونه بتاتا. يقول عندي مقاولين من اليمن وعندي ناس ويعرفون هذاك اللي اليمني اللي أخذ الشيول. يقول قلت يا جماعة اليمني هذا رفيقكم أخذ الشيول، شوفوا لي خبر. يقول أخذت يوم جاني ذاك المقاول قال الرجل قبل يمكن 6 شهور من الآن هرب الشيول من السعودية لليمن ودخل به اليمن. مشكلة الشيول هذه ما له استمارة ولا له رقم شاص ذاك الوقت، ما أدري عن الوضع الحالي. يقول حمله ودخلها اليمن. يقول والله يوم صارت بخاطري لو انه علمني اليمني جاني وقال بوديه اليمن وبشتغل وبشرب بفلوسك على قلبي مثل العسل، لكن كذا يخونني ويسرق الشيول ويسرق فلوسي ويروح، ما يصير كذا. يقول وقمت أفكر. يقول كان عندي مقاول اشتغلنا احنا وياه في مشاريع من اليمن، والمقاول هذا كان رجل أمين ونزيه ورجل كلمته مثل حد السيف ما تصير 2، ورجل جمعني فيه العيش والملح والأخوة والسفر داخل المملكة ومشاريع. يقول واليمني هذا أبوه كان شيخ قبيلة في اليمن وتوفى لرحمة الله، وهذا سافر من سنين من السعودية واستلم شيخة القبيلة هناك في اليمن. يقول وتذكره. يقول واسأل الربع اللي عندنا من الأخوة اليمنيين، قلت الشيخ فلان وش أخباره؟ قالوا هذا صار زعيم في اليمن، هذا الحالة حكومة، هذا الحالة عنده جيش وعنده ميليشيات، ويحل ويربط ويفك فكاك نشب بين القبائل في اليمن، وكلمته له قيمته. قلت تكفى جيبوا لي تلفونه. قال جابوا لي تلفونه، قال واتصل عليه من جدة، مكتبي ذاك الوقت في جدة. السلام عليكم. السلام، أنا فلان. يقول يوم سمع اسمي ولا كنا ضاربة كهرب 220. قال يوم صاح في التلفون يا هلا ويا مرحبا أهلا وسهلا، وش هاليوم السعيد، كيف أحوال؟ يقول وبعد الديباجة قلت يا فلان أنا والله اتصلت عليك عدة أمور. أولا أجدد العهد فيك وفي أخوتك وذكراك الطيبة، وأسلم عليك وتراني ما نسيتك، وأسأل عنك المقاولين الأخوان اللي عندنا من ربعك. الموضوع الثاني قصتي كذا كذا كذا، هذا فلان واخذ الشيول والمبلغ كذا. يقول والله أحس به يوم تضايق. قلت وأنا أبغى فلوسي، الرجال هرب الشيول عندكم في اليمن وباقي عليه 300,000، ما أبغى إلا فلوسي. قال عطني 4 أيام وبتصل عليك. قال واعطيه تلفوني، قال وتوادع منه. قال يوم أخذت 4 أيام قالوا له يدق علي في مكتبي. قال الرجل حاضر والفلوس حاضرة فلوسك.
لكن ما تستلمها إلا بشرط. قلت ها أبشر. قال الشرط إنك تجيني لليمن وأبشر. تبغى الرجل ولا تبغى الفلوس؟ كلها حاضرة. قلت بس أنا عندي مقاولات وعندي التزامات. قال تبغى فلوسك لازم تجيني. يقول حدني على قصاي. قلت أبشر. قال وجهز أعمالي وجهز الدنيا وحط لي وكيل من عندي مساعد لي. قال واحجز على اليمن وبلغ شيخ القبيلة. قال يوم نزلت في مطار صنعاء يقول والله العظيم تفاجأت، سيارات يجيوا بشاصات عليها رجال مسلحين، أحزمة الرصاص والبنادق والرشاشات والجنابي، ناس مسلحة يقول سرية كاملة. يقول والله هذا الشيخ. قالوا حضننا وياه وحفاوة. قالوا ياخذني ويطلع بي من صنعاء. قالوا نجي لان جينا ذيك القرية ولا والله عنده قصر في راس ذاك الجبل حجر. يقولوا حفاوة وكرام وذبايح وكرامة. يقول 3 أيام متواصلة. يقول والله اني نسيت جدة ونسيت الشيول ونسيت فلوسي. يقول الشيخ ما غير يقول بي كذا وربعه وقبيلته، أنا ضيف الشيخ. وكل ما جلس الشيخ قام يمدحني، قال هذا المقاول فلان وعيش وخوتنا احنا وياه في السعودية. يقول رابع يوم تغدينا وقيلنا. يقول يوم جاء بعد العصر يقول قالوا لي الشيخ يبغاك. قال يوم جيت لذيك الصالة عنده كبيرة ولا هالقبائل والعالم، يقول عالم مسلحة وجنابيهم ورشاشاتهم. قال يوم جيت في الصالة ولا كلهم يخزنون القات، العالم جلوس. يقول ولا الشيخ هناك في راس المجلس. يقول ضحك واشر لي. قال وجي ويجلسني جنبه. يقول ولا القات. قال خذ خزن. قلت لا يا شيخ أخاف أدمن عليه وتعلق فيه. وين ألقاه؟ في جدة. قال يجيك في جدة. قلت لا، حكومتنا مانعته وأنا شيء ضد النظام ما أمشي فيه ولا لي فيه. يقول أنا جالس جاني الشاي أخذت لي بيالة. يقول ريحت. يقول قمت أطالع في الرجال اللي جلوس ولا والله هذاك الرجل هناك ولا هذا خويرة الشيول. يقول جالس يقول يرتعد وعينه معي ومع الشيخ. يقول أنا سكت. يقول يوم ارتحت شوي قال الشيخ، قالوا يصيح فيه، قال فلان تعال قم. يقول بهاك الصوت. يقول الصالة ذيك العالم يخزنون وكذا. يقول يوم سكتت الناس هجده. يقول لو ترمي الإبرة ما تسمع صوتها. يقول الناس درت ان الشيخ ما صاح الصاح الا زعلان في الشيء. يقول يقوم اليمني هذا اللي اخذ الشيول يقول يا جماعة رجليه ما تشيله. وجال نوقف قدام الشيخ. قالوا يوطي راسه. قال نعم يا شيخ. يقول ما قدر حتى يحط عيونه في الشيخ. قال الشيول اللي اخذته من السعودي وهربته وينه؟ قال والله يا شيخ احتجت وبعته. قال وين فلوسه؟ قال حطيته في تجارة وكذا وخسرت. قال يعني لا الفلوس ولا التجارة ولا الشيول راحت قيمة الشيول 300,000؟ قال نعم يا شيخ. قال سود الله وجهك، سود الله وجهك، سود الله وجهك. يقول الشيخ من الزعل ينتفض. يقول أنا قلت لا يقوم يذبح. يقول وذاك حلمك يا شيخ، حلمك يا شيخ. قال سود الله وجهك، تسود وجيهنا مع السعودي، تسود وجيهنا وتاخذ الفلوس وتهرب وتسرق السعودي. سود الله وجهك، رجل بيننا وبينه عيش وملح ومرجله كذا تسويه به ومعطيك الشاول. يلا معاك 3 أيام تروح تجيب قيمة الشيول. قال يا شيخ ما عندي. قال راح الشيخ قبيلتك فلان. قال مرسلني الشيخ فلان يقط لك الشيخ وتقط لك قبيلتك وعلمه. قال الشيخ فلان يقول إذا ما حضرت 300,000 ريال سعودي
معكم 3 أيام أمسحك وأمسح قبيلتك معك، قم انقلع برا الله، يلا عنكم يلا، سود الله وجهك. قال وهو ما صدق يطلع. يقول يوم أخذت شوية مهدى غضبه، قال وهو يلتفت علي قال معليش أنا متضايق وكذا. قلت عادي يا شيخ. يقول يضحك في وجهي ولا كان شيء حصل. قال يوم أخذت لي يقول الشيخ ما غير ياخذني كل يوم تمشيات فيها الغابات وفيها الأودية وفيها المحلات الزينة وفيها الجبال. يقول نسيت والله نسيت كل شيء، وطبيعة جميلة في اليمن. يقول يوم أخذت لي 4 أيام بعد هالموقف، يقول ناداني الشيخ وجيته قال والله انه يضحك. قال فلان؟ قلت نعم. قال 300,000 ريال سعودي حاضرة حضروها. قلت طيب. قلت بس يا شيخ أنا النظام في حكومة اليمن ما أقدر أطلع بالفلوس، ما يسمح النظام أني أطلع بال300,000 معي. قال عطني رقم البنك تبعك في السعودية ورقم حسابك، ولا تسافر من عندي لن تتصل في البنك، وتتأكد أن فلوسك في داخل حسابك في السعودية في البنك. قلت أبشر. قال وأنا أعطيه رقم حسابي في البنك الأهلي في جدة. قال يوم جاء من بكرة قال اتصل. قال واتصل على، طبعا يقول لي حساب خاص ومعاملة خاصة في البنك. قال واتصل على مدير الفرع. قلت شوف لي فيه 300,000 ريال أودعت في حسابي. قال نعم 300,000 ريال أودعت في حسابك في البنك. قال وبلغ الشيخ. قال الحمد لله أن الله بيض وجهنا معك وأن الله جملنا معك. قلت أنا والله تعرف وراي أعمال وراي التزامات والعائلة وأنا تأخرت. قال ما شبعت منك، أقل شيء 3 شهور. قلت والله يا شيخ أنت عارف أن وضعي عندي التزامات وعندي مشاريع وأنا بيض الله وجهك والله أني في حفاوة وكرام من يوم جيتك إلى الآن وأني خجلت من نفسي. قال ما سوينا شيء. قال والله يحجز لي من بكرة. قال وتوادع منه، يقول دمعته على خده ودمعتي على خدي من الحفاوة والإكرام والضيافة. قال واركب وارجع جدة. والله أني القصة هذه ما أبغى أقول اليمن، لكن أحداثها في اليمن، وما في عائلة ولا شعب ولا قبيلة كلهم ملائكة وليسوا كلهم شياطين. اللي يسوي خملة وعمله سوادة وجه من رجل ولا مرأة يتحملها هو واسمه هو وعارها عليه هو. عائلته ما لها علاقة، قبيلته ما لها علاقة، شعبه ما لها علاقة. الشعب اليمني شعب بعشرات الملايين تعدادهم، ان طلع فيهم واحد مثل هذا فهو لا يمثل إلا نفسه. وتحياتي للمراجل وللأخوة وللشعب اليمني الأصيل. في أمان الله.